تعي يا قلبي انت، يا قلبي. غيث مروان عمل عملية كالعادة، عامل مقلب في خطيبته سارة، ودي الحاجات اللي احنا متعودين عليها من غيث مروان من ساعة ما خطب. هو اصلا اي يوتيوبر بيخطب او يتجوز لازم طبعا ياخدوا فترة كده لحد بقى مثلا هيتجوزوا او هينفصلوا بقى ايه على حسب بقى الدنيا قناة عائلية. فيلا بينا نشوف الفيديو على او المقلب بتاعه هيكون عن ايه. ممكنش الموضوع. انا تقريبا من شي 2 سنين صار عندي مشاكل بالمعده ما كانت تنحل، حاولت حلها، رحت عند دكاتره كثير، واخر سنه الموضوع صار كثير بدائي لان يعني ما اقدر اكل شيء. فاخيرا انا بعد 4 ساعات حامل عمليه، مش عمليه واحده، 2. وهي العمليه مش تنعمل لازم انا اتخدر كامل، بضل استنى للساعه 12 تقريبا. قررت اعمل فيها مقلب. يعني هو مستني ان هو يعمل عمليه. هو اول حاجه هو اصلا هو مريض، ده اول حاجه اكتشفناها. فالف سلامه على غيث مروان. بعيدا عن اي حاجه، هو مستني ان هو يعمل عمليه بجد، وبعدين يعني يا دماغك يا اخي. لا بس اعتقد ممكن نطلع الموضوع لذيذ. انا بحسب اصلا مفيش عمليه ومفيش اي حاجه، بس انا بحسبه مقلب من الاول للاخر، كله مقلب. ماما غيث قررت ان هي تروح معاه عشان يعمل عمليه. لا عشان يعمل عمليه طبعا، وهو قال لها على المقلب ايوه بس فخلاها تصور. يقول لك اذا بدك تاخدي شيء من الانسان بس يكون محضر. بتحاول تسخنها شويه. ماشي على اللاين بتاعه اللي هو ايه، تمضيه بقى على الشيكات وهو نايم. وبدات لحظات العمليه. انا كل ببالي انه بدي صور بالتليفون، فالمهم اعطيت لي ساره التليفون ورحت، بس انا متضايق لان انا بدي صور. فشو عملت؟ اتصلت بالدكتور قلت له جيب لي التليفون. دلوقتي غيث مروان بدا خرج من العمليه بتاعته، المفروض هو متخدر دلوقتي بقى. المفروض هو ده المقلب اللي احنا مستنيينه. اما نشوف المقلب هيبقى طالع عامل ازاي. يونيكو بشين حاسس حالي دايخ. سارة أنا آسف، حاول ألف عليكي بس أنا هيفلي. هو أصلا إزاي حد متخدر وقادر يمسك التليفون ويصور؟ أنا مش عارف. لا هو استنى لما فاق من البنج كامل وهيعمل نفسه بقى إن هو متخدر. بس سيبك من ده كله، أنت أصلا تعبان وخارج من عملية يا أخي، يعني دماغك فين؟ وفي دماغه إن هو برضه يعمل مقلب. هصور، أنا لو بموت هصور. هو ده بقى الكونتنت الصح. أنت تستغل كل حاجة عشان تستغل كل موقف في حياتك. تحسير البنج، تحت تأثير البنج هفوت على الغرفة لحالي، أحط الكاميرا عيني فوت. اشكالنا والله. المفروض ان ساره بتصور بقى وهو خارج من العمليه هي. يعني حتى الدكتور بيساعده اصلا. اطلعي بره عشان هحط الكاميرا في حته. اتفق كمان مع الدكتور. مش طبيعي والله. قفل الموبايل بالغلط. موجود. لا بس ممثل برضه. لا هو اصلا فظيع في المقلب، وبيضحك بطريقه مش طبيعيه. مامته بتصورها وهي بتصوره. لما تبقى العيله كلها معاك في نفس المقلب. ده الواحد بيبقى خالع لسانه، الواحد لما بيخلع سنانه بيقعد اسبوع تعبان. شو عامل لي عمليه عيون؟ واحد ولو عصبتك. بس والله ما حدش يتوقع اصلا ان في حد ممكن خالص اصلا. وهو بص يعني فعلا انت بتولدي فانت مثلا بتعملي فيها مقلب. يعني استحاله تيجي في دماغي ان هي دلوقتي بتعملي فيها مقلب. ازاي انا عم بشوف من خارج. انت انا ولا حاجه. شو اسمك؟ ما طبعا بقى لو اتجوزوا لو حصل منهم اي حاجه المفروض ما تصدقوش على فكره. يعني انت لو انا عملت كده انت هتصدقيني؟ لا خالص. انت مين اصلا؟ قفلت ساره اصلا، قفلت الموبايل خلاص. اللي هو عارف ابتديت تتضايق. تسنيم ايوه عرفتي بحكي معك انا على الوقت. يا نهار اسود. هلا حبيبتي بيان، انا كيفك؟ هلا كيفك؟ سلام الله يسلمك. كل تمام؟ تمام. هلا خليه بس يصحصح شوي بعدين كمان مشان الناس تشوفه. يعني حتى الدكتور يعني نظبط مع الممرضه ان انت تدخلي في وقت معين تقول ان هو لازم يفوق شويه. صار لك اسبوع تحكي معي. عكسها قدام خطيبتي. بدك تحكي معه؟ ليش؟ زعلت بجد. مش قادره افهم اصلا هو ازاي قادر يمسك نفسه من غير ضحك كل ده. ايوه هي بتحبه. لا هي غلبانه، بتصدقه، طيبه جدا يعني، وهو بيسوق فيها بصراحه. اذا عجبك موجود هون، اذا عجبك اطلع. ما تطلع انا
ماما غيث بدأت تهني شوية. لا برا يلا. شوف عم تبكي. يا الله منك. والله حقها تسيبه وتهرب. يا حبيبي يا حبيبي. انت بنتك والتصديق. بس وده كان اسخف مقلب عمله غيث او عمله اي حد، اي اتنين مرتبطين. اصلا اي فكره ما تجيش في دماغ حد. اصلا انت دماغك ازاي؟ انت قاعد انت قاعد عايز تعمل عمليه يا ابني، لسه تعبان، لسه مريض، لسه ما فوتش وجالك قلب تعمل خطيبتك كده. مش ده غيث مروان؟ لا هو ده غيث مروان اصلا، ما هو غيث مروان معروف بالمقالب بتاعته. وبس ده كان الفيديو النهارده، فيديو خفيف. اعملوا سبسكرايب دلوقتي حالا لو وصلتوا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان يكبر بيكم، ونشوفكم في فيديو جديد. باي.